السلام عليكم. تحياتي لكم خوتي المغاربه. معكم ايوب سلاو. هذا الميساج بغيت نوصلو ل الياس العماري اللي قال لك على انه تجرأ باش يقول على انه المغاربه غير مسلمين، الشعب غير مسلم. شكون اللي قال لك؟ شكون اللي عطاك الحق؟ واش قالك شي واحد هضر عنا؟ حنا بدنا الكيهود؟ لا كنتي انت يهودي ولا ملحد ولا مسيحي ولا شنو بغيتي تكون، تكلم على راسك، ما تكلمش عنا. اول حاجه. ثاني حاجه، انا من المعارضه، انا دائما معارض، وحنا كاملين كلكم. انا شخصيا معارض لكم كاملين، تا واحد فيكم كلكم شفاره. اللي دير في هذا الثقه كيخرجك من الجن، ديرها في هذا الثقه خرجك من الجن. تا واحد ما فيه الثقه. تقول لي هاد الجروبات، هاد الاحزاب، اش من احزاب واش دخلنا لكم بالله؟ واش كاين شي حزب؟ منين بدينا؟ انا بعد انا 22 عام باقي صغير، مي انا منين تزاديت وكنشوف، منين بديت تنعرف شنو كاين، كنعرف على ان هذا الحزب كدير فيه الثقه كتلقاه شفار، كدير في الحزب الاخر الثقه كتلقاه شفار. هو فاش غنثيقوا؟ يلا قولوا لنا نتوما فاش غنثيقوا. حنا السبب الوحيد اللي كيخلينا صابرين هو جلالة الملك نصره الله. علاش؟ تقريبا 99% من المغاربه داخل وخارج ارض الوطن كيموتوا على الملك. راه ما كيحملكم حتى واحد. الاحزاب، الحكومه، الوزير العدل، وزير المعادن، وزير الكفشه، وزير الكبده. اش كتخربقوا؟ المصباح قال لك دير المصباح، درنا المصباح، طفاو الضوء، زادوا في الضوء، زادوا في الماء. درنا التراكشور، حصد كلشي، ما خلى العباد الله حتى حاجه. مع جا دخل التراكشور، مع دخل الجفاف، سبحان الله العظيم. وكلكم شفاره. بقى لكم حزب ديال القرض، هو اللي بقى لك القرض والحمار، هو اللي ما بقى، هو اللي باقي ما درتو كلشي، درتو البالا، درتو الفاس، درتو كلشي، ولكن كلكم شفاره. راه ما كايناش الثقه. دابا السبب الواحد اللي كيخلينا نصوتوا على انه كتثق، ما يمكنش لك تدخل في بنادم في الداخل ديالو، رغم انه كيعطيك واحد شنو نقول لكم، تيعيشنا في الاوهام تقريبا، بحال قلتي في الاوهام وفي الاحلام. احلام واوهام، على انك كتقول البلاد غتصلح، هذا غيكون يخدم في صالح البلاد، يخدم في هذه، يخدم في هذه. مي اكثريه كاملين كيخدموا في صالح الجيب ديالهم، صالح العائله ديالهم، باش يخدم هذا نسيبو، هذا ريحه الشحمه في الشاقور، هذا كله شكون اللي كيدخل؟ مي صالح الشعب الواحد اللي كيخدم في هاد البلاد هادي، اللي كيدخل بالفضل ديالو. انا نقولها ونعاود نقولها، بالفضل ديالو باش كيدخل المشاريع، السياح، في كلشي بفضل ديال جلالة الملك. الشيء الاخر وكلشي شفار.